السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. لو أول مرة بتشوفوني، أنا أختكم زينب ودي قناتي حكايات وبنعيشها. أتمنى تنوروني باشتراك ولايك وكومنت جميل منكم علشان يوصل لكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بحبكم جدا 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 جدا، وبفرح قوي لما بطلع وبعمل فيديو معاكم. بجد ما تعرفوش أنا ببقى فرحانة وسعيدة قد إيه لما بطلع أتكلم معاكم. الفيديو ده أنا طلب مني كتير وجالي كومنتات كتير، ستات كتير قعدت تقول لي انا بنتي خلصت الجامعه وعايزه اجهزها، ابدا معاها ازاي؟ وفي واحده قالت لي حبيبه قلبي دخلت عندي جديد، بجد بحبها جدا، كلامها جميل قوي. بتقول لي انا بنتي عندها 11 سنه وعايزه ابدا اجهزها من غير ما اكلف نفسي زياده عن اللزوم، عشان طبعا كل واحد مصروفه على قده. طب ايه الحاجات اللي نبدا بيها ومدتها ما تبطلش؟ هنبدا بقى في الفيديو على طول، وهقول لكم الاول هنجهز ايه، وفي اخر الفيديو هقول هنبدا ونجهز الجهاز ده منين وبكام. طيب اول حاجه، انا دلوقتي معايا مثلا مبلغ، واحده دخلت جمعيه ومعاها مبلغ وعايزه ان هي تنزل تجيب حاجات لبنتها، دي هبدا اقول لها الاول تبدا الخطوه بتاعتها ازاي. اول حاجه انا ما اخدش المبلغ بتاعي وانزل اشتري. ليه؟ انا لازم الاول انزل الف على المحلات، وانزل الف واشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين، واشوف السعر هنا عامل ازاي، واشوف هنا اخباره ايه، علشان ابدا اجهز بنتي. ال10,000 جنيه ما بيلعبوش، ولا ال20,000 جنيه بيلعبوا. احنا جبناهم بتعب وعرق وجهد علشان خاطر الجمعيات، وحوشنا وشلنا قد كده القرش على القرش. يبقى لا، عايزين نجيب حاجات تكون سعرها على قد الايد، وتكون حاجات في متناول الجميع، وتكون كمان شكلها حلو. طب دي حاجه. هنعمل ايه بقى؟ عندك سنتر شاهين عنده من الابره للصاروخ، عندك حاجه زي رنين عندها من الابره للصاروخ، عندك حمام التلات فيه على عجب عينك الحاجات في منتهى الجمال، والعتبه وحاجات كتيره واماكن كتيره حلوه. هتنزلي تلفي في كل مكان وتجيبي الحاجه اللي انت عايزاها. طيب انا لفيت يوم واتنين، بعد كده بقى ارتاح يوم واخد نفسي كده، وبعد كده بعد ما ارتاح اليوم ابدا بقى ان انا انزل وابدا اشتري. طب انا هشتري ايه؟ قبل ما نشتري، انا اجيب بنتي العروسه الجميله اللي خلصت الجامعه بتاعتها او الثانوي، ابدا اقول لها انا ظروفي ايه، واعرض عليها ظروفي واقول لها انا حياتي عامله ازاي. انا حبيبتي هجهزك، بس هجهزك على قدي، عشان خاطر لازم يعني مش شرط ان انا اجيب الحاجات الباهظه زي ما حد بيجيب. مالكيش دعوه ببنت عمك، مالكيش دعوه ببنت خالك، مالكيش دعوه بحد. علشان انا لو عودت بنتي من صغرها ومن وهي في بيتي ان هي ملهاش علاقه باي حد، وتعيش حياتها على قد مقدرتها اللي موجوده وتسعد نفسها. في فرق هنا، في واحده بتعيش وبتسمع الكلام بس من جواها تحس ان هي مقهوره، تقولك انا من جوايا اهلي قاهرني وبعد كده جوزي قاهرني، ودايما تحس ان هي مقهوره. فدي يا عيني بتبقى متعذبه في حياتها. لا، انت كأم بقى حاولي تشيلي الاحساس ده منها، وتقول لها انا هجيب لك الحاجات اللي انا ربنا يقدرني عليها، وتكوني سعيده ومبسوطه بيها. دي نقطه مهمه جدا. طيب هنيجي بقى للنقطه هنا اللي بعدها. انا دلوقتي عايزه ان انا اجيب بقى الكشكول بتاعي الحلو اللي هو بتاعنا حبيبنا اللي ما بنستغناش عنه ده، وهبدا بقى هقول انا مثلا عندي بنتي، والكلام ده من واقع خبره يا جماعه. انا مجهزه بنتي ومتجوزه والحمد لله مخلفه، ومعايا لسه بنات تانية هجهزهم، وربنا يا رب يقوم بنتي بالسلامه يا رب. ادعوا لها وقولوا امين. فهي وكل اللي زيها يا رب. هبدا بقى ان انا امسك الكشكول بتاعي، هقول مثلا ايه انا عليا، هيبقى عليا مطبخ، هيبقى عليا مطبخ بلوازمه، هيبقى عليا النيش بلوازمه، هيبقى عليا اوضه النوم، اوضه الاطفال. طب انا دلوقتي هبدا بقى اقول لك ادخلي على المطبخ. لو سالتيني ادخلي على المطبخ، طب ادخل على المطبخ اعمل ايه؟ ادخل على المطبخ اول حاجه مثلا هبدا بيها هجيب طقم الحلل. طب انا هجيب قد ايه؟ لازم ابقى عارفه انا هجيب كام طقم حلل. مش هقول لك هاتي 3 اطقم عشان حرام ابقى مفتريه. طب لا، انا عايزه اجيب لبنتي 3 اطقم، هقول لك في الظروف اللي احنا فيها دي لو جبت طقمين تبقي بطل. عايزه تزودي بقى بعدين بعد ما تخلصي جهازك كله، مع اني شايفه ان لو فاض منك حاجه ممكن تجيبي الواحده غلبانه يتيمه ابوها وامها معاهم بس على قد المقدره كده. انما احنا خلينا في موضوعنا برضو دلوقتي. انا بجهز، فهدخل بقى اجيب ايه؟ هجيب مثلا طقمين حلل حلوين، بس مش هجيب الاسعار الرخيصه ولا هجيب الاسعار الغاليه. خليني دايما وسط، خليني دايما بحاجه تشرف في ولادي بس تكون سعرها وسط. ولما بقولك انقل من مكان لمكان علشان خاطر ابقى عارفه انا بجيب ايه. يعني انا مثلا رحت ايه حمام التلات، ما لقيتش عروض، بس في رنين منزل عروض، لا اروح رنين.
ليه الطقم مثلا الحلل وعليه طقم كنك هديه وعليه مثلا خصم 300 جنيه، انا اولى اركب واروح، ما اسمعش كلام بنتي خلاص يا ماما احنا رحنا هنا نجيب، ولا اسمع كلام سلفتي، لا انا صوتي من دماغي طالما انا فاهمه صوت الحق وعارفه ومدبره نفسي اروح. يبقى انا ابدا الاول بالحلل. طب خلصنا الحلل يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ما اروحش بقى اجيب ايه كنك ولا اجيب براد، لا اجيب بقى المقلايات كلها واخلصها، الووك والمقلايات واجيب الحاجات دي خلصتها. ابدا بقى بالصواني، الصواني بقى انا عايزه صواني بيتزا وبسبوسه، عايزه صواني جرانيت، عايزه تيفال، عايزه اجيب طقم صواني مربع المونيا احطه في النص كده. خلاص كده انا خلصتهم كلهم. يبقى انا كده خلصت. ابدا بصواني التقديم، عايزه اجيب صواني خشب، صواني ميلامين، صواني ازاز، على حسب مقدرتك اللي انت عايزاه تجيبيه، بس المهم ان انت تخلصيه وفي الورقه تقومي كاتبه انا خلصت تأمين الحلل، خلصت تقومه الصواني كلها، خلصت المقلايات بالووك بالمقلايات الصغيره بكله، خلصت اللي هي المقلايه اللي جواها الشبكه بتاعت البطاطس جبتها خلصتها. كل ده اللي بتقول لي انا بنتي عندها 11 سنه عايزه اجيب ايه والموديل ما يبطلش، هو ده برضو اللي تبداي تجيبيه. الحلل ما بتبطلش، الحاجات المطبخ ما بتبطلش. طب انا خلصت، ابدا بقى اجيب ايه؟ اجيب طقم الاركوبال اللي احطه في المطبقيه. عايزه اجيب ميلامين براحتي، بس انا شايفه ان الاركوبال الاركوبايلكس الحاجات دي بتبقى جميله. ابدا بقى ان انا اجيب الطواجن، الطواجن البورسلين، اجيب بقى شوف انا عايزه اجيب طواجن ايه اللي انا هبدا اجيبه، اجيب البايركس براحتي على حسب ما انت عايزه. انا بديكي انت مثلا هتمشي ازاي. تقوم الكنكه انا خلصتها، خلصت خلاص اللطقم والصواني والطواجن وكل الحاجات دي. ادخل بقى على المعالق، اجيب بقى معالق، اجيب شوك، اجيب طقم السكاكين والساطور والسكاكين والمقص، وخلصت كل الحاجات دي. طب ابدا بقى في الروافع اللي بتتحط في الدرج، هو ده وقت الروافع؟ ما نبدا بقى اخش على حاجه تانية، لا انا عايزه اخلص المطبخ كله. الروافع دي بقى هتعملي تجيبي كرتونه كبيره وتبداي بقى مصافه، المصافه تجيبيها اللي هي بتاعت الشاي والحاجات دي. تبداي بقى تجيبي الاسباتشول، تبداي تجيبي الكبشه، تبداي تجيبي المقص، تبداي تجيبي المبشره، تبداي تجيبي كل الجرن اللي هتجيبيه. كل الحاجات دي جبتيها خلاص، وتقومي قافله بقى عليها الكرتونه وتقومي شايلاها. لما تيجي تشيلي الحاجه تحت السرير زي ما قلت قبل كده، تحت السرير بيبقى فيه رطوبه. انا بنتي لسه صغيره، والتانيه انا بنتي مخلصه جامعه بس ما اعرفش هتتجوز امتى، ربنا يسهل لها. اجيب كرتونتين قدام وافتحهم واحطهم تحت السرير قبل ما احط الكراتين عليهم، عشان الرطوبه تمسك في الكرتونه اللي تحت ما تمسكليش في الكراتين بتوعي وتبوشها لي. ما انا برضو لازم اركز اشيل الحاجه ازاي عشان الحاجه دي غاليه يا جماعه. المهم انا كده بقى خلصت اللي ورايا، ادخل بقى على ايه؟ خلاص انا خلصت المطبخ وجبت الصواني وصواني التقديم، وجبت الصينيه اللي هي بتتحط بتاعت العشاء اللي بتتحط في السرير الجميله اللي تتفتح وتتقفل، كله ما خليتش حاجه. يبقى اعمل ايه بقى؟ ادخل بقى على ايه؟ ادخل على اوضه النوم. اجيب بقى ايه؟ انا عندي البطاطين، بس ما رضيش بنتي بقى باربع بطاطين تقال اللي هم اللي فوق ال 12 كيلو، ده يبقى صعب قوي. انا اجيب مثلا بطانيتين 10 كيلو حلوين. هقدرش هجيب بطانيه واجيب لحاف اعمل كده، اجيب بطانيه واجيب لحاف، اجيب لحاف شيك كده وقيم وحلو، بدل ما اجيب 3 4 بطاطين مش حلوين. يبقى انا ممكن اجيب لها بطانيه دبل تقيله وتكون كده جميله على الوشين، وتكون كده حلوه وخامتها نظيفه وحاجه كده محترمه تعيش معاها العمر كله. واجيب لها اللحاف من اللي هو الشيك المحترم، لون فاتح كده وجميل وحاجه حلوه. ابدا بقى اجيب الملايات. يا جماعه ابعدوا عن الترتر، عن الخرز، عن التطريز اللي هو بيشك وبيعور والحاجات دي. الحاجات دي موديلتها بتبقاش حلوه. هاتي على قد ما تقدري الحاجات تبقى سيمبل والالوانات بتبقى هاديه. اجيب مثلا هجيب ملايات مشجره، طب انا هجيب ملايات ساده، اجيب الالوانات اللي هي دايما تكون جديده ومتميزه وحلوه. مهما كان الحاجات دي مش هتبطل. ادخل بقى على الفوط، بلاش كميه الفوط اللي بتتجاب دي، انا اجيب فوط شيك وبشاكير تكون حلوه، وعلى قد ما اقدر اجيب الحاجات ساده. بلاش اجيب الفوطه اللي فيها اللعبه، اللي فيها الدبدوب، اللي فيها الارنوب. الحاجات دي بتقع مع الغسيل ما بتبقاش شكلها حلو. انا اجيب الحاجات اللي هي الساده الوبريات العاليه، اجيب الحاجات اللي هي فيها يا دوبك ورده متطرزه، ما تكونش حاجات تشك الجسم. طبعا الواحد بيتنشف بيبقى الجسم حساس، ابقى اكون فاهمه انا بشتري ايه، مش شغل عبيله واديله بقى هات لي الفوط دي وهات لي دي وهات لي دي وانا بجيب وخلاص. لازم اكون مركزه انا بشتري ايه.
فابدا بقى الكبرتات بتاعتي وابدا الفوط وابدا ان انا اخلص معايا اوضه النوم من كل حاجه. خلصتها وقفلتها، اخش بقى على النيش، اظبط بقى النيش بتاعي. مش شرط ان اجيب طقم نيش، طقم صيني يكون من الغالي. انا ممكن اجيب نص طقم صيني، النص طقم في نص طقم صيني ستات. مش شرط ان اجيب 12، لا اجيب طقم صيني ستات، اجيبه حلو، موديله يكون هادي رقيق، ما فيهوش برضو الالماظ والحاجات دي. اجيب برضو حاجات هاديه وتكون جميله. اجيب برضو الكاسات، ما كترش في الكاسات. ليه؟ عشان لما اجي افرش النيش ما يبقاش على بعضه كده، تبقى الحاجه واضحه وباينه فيه. وانا بجيب حاجه النيش ابدا اجيب بقى الكوبايات بتاعه المطبخ. طب انا هنا ليه ما بداتش بهدوم العروسه؟ ما ينفعش ابدا بهدوم العروسه. هدوم العروسه دي بقى لما اخلص خالص، والسنه اللي هتيجي تدخل فيها العروسه اكون دخلت جمعيه صغيره حلوه، علشان اجيب لها شتوي وصيفي. ما افضلش بقول ايه انا بنتي تخنت، انا بنتي رفعت، يا جنيله البنت خست قوي، البنت مش عارفه حاسه انها كشت مع نفسها، انا مش عارفه حاسه ان بنتي تخنت زياده عن اللزوم، انا بنتي قصرت، انا بنتي تولت. الواحد ما بيبقاش، العيل دايما شكله بيتغير. يبقى انا اجيب اللانجري واجيب الهدوم الشتوي او الصيفي لما خلاص بنتي يبقى فاضل سنه على جوازها باذن الله، ابدا ان انا اجيب. انما انا بقى دلوقتي خلصت، يبقى انا بقى فاضل لي مثلا الهاند بلندر، العجان، اجيب الفرن، الميكروويف، اجيب بقى الخلاط، اجيب كل الحاجات دي، الكيتشن ماشين، وبرده على قدي، بس اجيب ماركه تكون كويسه. يبقى انا اخلي، لو انا بقى بيتي واسع وربنا ميسر لي الامر، ابدا بقى ان انا مثلا، انا ليه مش بتكلم في حته الاجهزه؟ انا بستبعد حته الاجهزه ليه؟ لان ممكن العريس يجي يقول لك انا هجيب التلاجة، ممكن العريس يقول لك ايه، لا انا هجيب الشاشات، انا هجيب مش عارف ايه، فانت ساعتها مش تبقي عارفه الاتفاق. فبنستبعد موضوع ان احنا نجيب الاجهزه الكبيره دلوقتي، انما اللي بنتها تدخل بتجيب. بس برضو بنكون على قدر ان احنا شايلين فلوس عشان خاطر الموضوع ده، عشان مش عارفين الموقف اللي هنتحط فيه، من مطبخ لتنجيد للحاجات دي كلها احنا ما بنبقاش عارفين. انما انا دلوقتي بجيب الحاجات اللي انا عارفه ان انا كده كده ان شاء الله عاجلا ام اجلا هجيبها. يبقى انا ابدا واحده واحده مع نفسي، ابدا اجيب الحاجات اللي انا عارفاها، اجيب المعالق من النوع الحلو، اجيب السكاكين من النوع الحلو، اجيب كل الحاجات دي من النوع النظيف. وزي ما قلت لكم ابدا يا جماعه على وسط. طب انا دلوقتي هجيب الفلوس منين؟ ما تجينيش واحده بقى، احنا خلاص اتكلمنا في الجهاز وقلنا هنشيله ازاي ونربط الحاجه كويس ونعين الحاجه في مكان يكون ما فيهوش رطوبه، وما نشيلش من هنا لهنا. ولما هتجيبي كاسات او كوبايات ما ينفعش نحطها تحت السرير، عشان بيجي وقت تنفضي تحت السرير او حاجه، لا بنشيلها فوق الدواليب، بيكون افضل من تحت السرير او الكنب. طيب هنيجي هنا بقى، احنا مثلا هنجيب الفلوس منين؟ انت قلتش على الجهاز. طب انا دلوقتي باخد 3000 جنيه ونفسي اجهز بنتي، ده انا بنتي عندها 11 سنه، لا جهزيها من وهي 9 سنين، مش هقول لك 11 سنه، لا جهزيها من وهي 9 سنين. ليه؟ الجهاز بحوره واسعه والحاجه غاليه جدا مولعه نار، على بال ما تبداي خطوه خطوه تخلصيها هتكون ياما قامت. فلما تبداي من 9 سنين ماشي مفيش مشكله، ابداي، ما تقوليش انا بنتي لسه صغيره. طب انا هبدا ازاي؟ انا واحده باخد 3000 جنيه، تيجي واحده بقى ربنا يصلح حالها تقوم واخده 500 جنيه من ال 3000 جنيه وداخله جمعيه بيهم عشان تقبض مثلا 20 نفر، تقبض 10000 جنيه تبدا تيجي. ما مدام زينب اللي قالت لا انا ما قلتلكيش كده، ما قلتلكيش تجرحي من القبض بتاعك، انت بنتك صغيره، فابداي خدي على مهل، يعني مثلا 200 جنيه او 300 جنيه حلوين. لو انا هاخد 200 جنيه او 250 جنيه كل شهر، دخلت الجمعيه هقبض 5000 جنيه، 20 نفر، خدت ال 5000 جنيه نزلت جبت بيهم الصواني، نزلت جبت بيهم الطاسات، نزلت جبت بيهم طقم الاركو بايركس ومع حاجه تاني، نزلت جبت بيهم طقم حلل. فهي هتمشي معاكي كده لغايه ما تخلصي المطبخ، هنمشي واحده واحده. ده لو انت بنتك لسه صغيره. لو بنتك بقى كبيره ومخلصه الجامعه يبقى هنا برضو هعمل جمعيه وهبدا معاها. طب هبدا بقى اخلي معايا، انا هدخل جمعيه، طب انا هعمل ايه؟ هاخد من مصروفي وهتكلم مع زوجي ان هو يساعدني ولو بحاجه بسيطه عشان اقدر ادخل جمعيه كويسه كبيره. طب بنتي بقى، انا بنتي قاعده في البيت، لا تبدا بنتي اشوف لها شغل. لا انا مش عايزه اشغل بنتي، اشوف لها شغلانه من على النت، تقعد على النت كده وتشتغل، تشتغل تسويق، تشتغل اي حاجه، المهم ان بنتي تساعدني،
تعمل شفتات اللي هي مثلا تشتغل من 9 الصبح تيجي على الساعه 5 على العصر كده. المهم ان هي تشتغل وايد على ايد بتساعد. ما حملش نفسي انا كست. حرام لما اجيب جهاز يعدي ال 200,000 واكتر كمان انا بديكي علشان خاطر انا اشيله لوحدي وانا باخد 3000 جنيه. لا انا ما ينفعش. يعني من لا يرحم لا يرحم. لازم اللي حواليكي يرحموكي. اقعدي اتكلمي مع الكل وقولي لهم انا دلوقتي هبدا جهازك، انا اتميت الثانوي بتاعك واتميت الجامعه بتاعتك على اكمل وجه والحمد لله، يبقى المفروض انت تساعديني وتبداي تتكلمي معاه علشان خاطر تبدا تساعدك. انما لو بنتك صغيره هتاخدي جزء بسيط من البيت علشان خاطر تبداي في الجهاز بتاعها. فربنا يعين كل واحد ويفرحكم يا رب دايما ببناتكم. بحبكم في الله. اتمنى يا رب ما تستخسروش فيا اللايك وكومنت جميل منكم ودعوه حلوه ليا ولزوجي بصلاح الحال ولولادي. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.